السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، وتكونوا في احسن حال يا رب، اللهم امين. ولا يحلى الكلام الا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. النهارده يا حبايبي انا عندي رز بايت ومش هرميه طبعا، هنعمل له النهارده اعادة تدوير. معايا 4 حبات بطاطس زي ما انتوا شايفين كده، حبايه بحالها، مش هخرطها علشان مش يشرب مني ميه. غسلتها كويس ونضفت زي ما انتوا شايفين، وهي على النار دلوقتي. هنسلقها واحط لها معلقه ملح ونشوف باقي التفاصيل ان شاء الله باذن الله. بصوا يا حبايبي، سلقت البطاطس مع حضراتكم اهي، وهرستها بالشوكه، سويتها كويس. عايزه اقول لكم حاجه يا حبايبي على البطاطس، واخدين بالكم البطاطس فيه لون اصفر ولون ابيض. الحبايه البيضه دي الحلو، والحبايه الصفرا دي انطشيت نص الحبايه، طشيت نص الحبايه دي. الحبايه اللي تيجي تشرخيها تلاقيها صفرا من جوه، صفرا من جوه. دي يا حبايبي مش ناكلها، دي غلط علينا. ماشي، انا طشيت نص الحبايه. لو انا بقشرها وهسلقها بطشها، لو حكم ان انا اطش الحبايه كلها كامله بطشها، لان طعم هشين في الاكل وغلط علينا في نفس الوقت. معانا رز شعريه عايزين نعمل له اعاده تدوير، وهنخلط عليه البطاطس. هنحاول نسمغ العجينه دي في بعضها، بس بعد ما نبهر البطاطس ونشوفها عايزه ايه. هنحط كمون، هنحط فلفل اسمر، هنحط معلقتين صلصه البيت اللي انا عاملاها بالخل والثوم، ونحط بابريكا، هنحط فلفل بيتي، هنحط كل حاجه موجوده حدانا، شويه خضره محشي، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. ممكن نحط عليها بشرة دهنة، طلعته من الفريزر اهون، هابشر ليمة معلقة او معلقتين واحطها عليها، وهنعمل البرجر البطاطس بالرز ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، الابيض اللي فوق ده اللي على وش البطاطس ده بشرت يجي، مش قدرت اكمل، بشرت يجي معلقه يعني ناعمه وحلوه اهي. حطيت فلفل احمر بابريكا، حطيت فلفل احمر بيتي، حطيت صلصه، اللهم صل على النبي، ملح، كمون، عندي بهارات من هي بتاعت اللحمه، على اساس ان انا هعمل برجر بقى النهارده بالبطاطس. وحطيت اللهم صل على النبي شويه جنزبيل، وهحط شويه قرفه، وهحط فلفل اسمر لاني نسيته، اللهم ذكرنا يا رب. طيب تعالوا بقى نخلط الحاجات دي مع بعضنا. هنخلطها مع بعض. يلا نحط الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا ام شيماء، مش عايزه اعمل اللي انت بتعمليه ده، الرز والبطاطس، امال هعمل ايه في الرز ده لو بات عندي يعني؟ والله هو له طرق كتير، بس انا بحب الطريقه دي لانها بتمشي معايا حواوشي، وبتمشي معايا فطيره بالبطاطس، وبتمشي معايا كفته، تعمل معاكي كل حاجه، كل حاجه انت عايزاها. طيب انا عايزه اعمل الرز بس، مش عايزه ده كله.
وتسخني الرز تسخينه حلوه. لو انت حناكي لبن، اغلي حبه لبن وحطيهم عليه، هيتاكل. دي اعاده تدوير. اللبن بيخلي طعم الرز حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لابسه جوانتين على بعض عندي بايديا، هنسمغ مع بعض. لو انت حضرتي اطفال مش باكل طبعا الاكل البايت، روحي جايبه حبه اللبن اغليهم، وحطي الرز في طبق كده على حته سمنه بلدي اول ما وجود حداكي، واغلي اللبن وسخني الرز، وروحي حاطه اللبن على الرز وكلوه كده وهو سخن، بيبقى طعمه جميل جدا. في طريقه تانية برضو باللبن. ايه هي؟ انا هسخن الرز برضو تسخينه حلوه، واروح عامله شويه بشاميل واي نوع خضار عندي، اي نوع خضار، شويه بسله، شويه جزر، شويه بطاطس، شويه كوسه، على قرنين فلفل، على بصلايه مبشوره، واروح مشوحاهم تشويحه حلوه واسويهم، واروح حاشيه حاطه طبقه من الرز في قعر الصينيه، تحتيه شويه زيت او سمنه. ان شاء الله هنعملها الفكره الحلوه دي مع بعض. واروح حاطه طبقه من الرز بنظام المكرونه يا حبايبي البشاميل. انا عملته، بس عملته كنت عامله رز معمر يعني. وتروحي حاطه فوق وش الصينيه شويه بشاميل خفاف كده مش تقليه، عشان ده رز. شوفي الجون. طيب انا لابسه واحد تاني، وتدخليه الفرن. البشاميل مستوي والرز مستوي، كل حاجه مستويه معاكي والحشوه مستويه، وتروحي مدخلها الفرن ياخد وش من فوق، وبألف هنا وشفا على قلوب. انا هخلص يا حبايبي عشان امسك الصينيه بايد الموجوعه دي. يا رب تدعوا لي كده بالشفاء، ربنا يشفي لي ايدي. كان التليفون وجعني يعني من مسكه التليفون، ايديا وجعتني من مسكه التليفون. يلا يا حبايبي، الجوانت رقم الثاني انقلع، ونكمل بعدين. متقفلش ليه؟ بسم الله. ادي العجينه يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم؟ عجينه اهي، سمغت البطاطس مع الرز. طيب حطينا هنا كيس، هناخد كده ونحط على الكيس كمان حته. هنجيب الكيس التاني، ساعات كده بكسل مش عارفه ليه عن الحامل وبتعب نفسي. سبحان الله في البني ادم ده، يجيب التعب لنفسه. وبقول حاجه مش مستاهله، لكن لا مستاهله. هفرش كده ما بين الكيسين وبعضهم. تنفرد معايا بكل سهوله. اهي يا حبايبي. هعمل ايه؟ هجيب الغطا ده كده
بسم الله الرحمن الرحيم. واعمل كده. نعمل كمان واحدة، نحاول ما نهدرش منها كتير، كله هينعمل ان شاء الله، مش هنهدر حاجة. اهي يا حبايبي، ناخد واحدة هنا كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشيل الكيس اللي فوق، هنحاول ناخد بس دي كده الاول. طيب دي هشيلها بقى بايديا الاتنين كده واحط في الجلاية على طول. ماشي حبايبي، انا وريتكم وانا بفردها وانا بخرطها. البرجرايه زي البرجر اللي باللحمه اهو. انا لو كنت عايزه احط عليها بيض، بس البيضه هتفكها مني، هتطري مني، ممكن تنفك مني في الزيت وممكن تمسكها، بس انا فضلت كده احسن. طيب يا حبايبي، هنشوفها مع بعض وهي بتنجلي ان شاء الله. ممكن اجلي حبه للولاد واشوي لي حبه على الجريل، هنشوف مع بعض. انا خلصت، وريهم يا رزان، وريهم البطاطس. ادي يا حبايبي برجر البطاطس بالارز. ماشي، معايا طماطم طرنشات، معايا فلفل برضه طرنشات. تعالوا معايا كده، وديا الحبه اللي انا هاكلهم. انا بقطع اللقمه على قد الدايره بتاعت البرجرايه. ماشي، فانا كده نشوف هنعمل ربنا يصلح الحال كده، وبس نعرف نقطعها دايره. هو تقدير في العيش بس معلش. قطعت اهي. ممكن انا بس اخد طماطمايه، طماطمايه كده وحته فلفلايه. ماشي، ممكن اعمل اللقمه دي كده عشان مش نهدر فيها قوي، ودي مش هتقعد دي. طيب هنعمل كمان واحده. طب انا هعملها كده عشان انا صعبان عليا العيش. اللي عايزه تعملها دايره تعملها. ممكن نعمل كده، نجيب واحده طماطم رقيقه تخينه اهو، فلفل، واحط دي كده زي الساندوتش كده كويس. طيب هنعمل له كمان واحده ونشوف هنعمل ايه. ترغيف عيش عارفين يا حبيبي حلوفه. لا ده الواد اللي اسمه. هنعمل كمان واحده. في التليفون برضو يبقى. انا هقص مش مهم. برجرايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طماطم وفلفل. هنا كمان حته عشان دي شويه. ممكن نعمل دي كده او دي كده.
نتصرف يعني بأي طريقة. ماشي، معلش هقطع دول. مش هنرميها، ناكله برضو ان شاء الله. طيب هنزل بالسندوتش ده في الطاسة التيفال بشوية زيت كده. الصورة واضحة؟ بصوا يا حبايبي، بقلب كده. يا رب ساعدني يا رب. شايفين اللقمة اتحمرت ازاي؟ الله، حاجة في منتهى الجمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا انا هخلص ونوريكم بقى واحنا بنختم الفيديو في اخر خطوه ان شاء الله. هنزل بالسندوتش ده في الطاسه التيفال بشويه زيت كده. الصورة واضحة؟ بصوا يا حبايبي، بقلب كده. يا رب ساعدني يا رب. شايفين اللقمة اتحمرت ازاي؟ الله، حاجة في منتهى الجمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا انا هخلص ونوريكم بقى واحنا بنختم الفيديو في اخر خطوه ان شاء الله. خلاص خلصت يا حبايبي، بختم معاكم الفيديو على اخر لحظه افتكرت. كان الطبق ده مليان بسم الله ما شاء الله. عملت العيش فيه دايره زي كده على دايره البرجرايه والتانية دي. فلقيت العيش بتهدر بصراحه، رحت قسمه الرغيف نصين، هتشوفوه برضو ان شاء الله. انا مصوراه ومطبقاه على بعضه كده ومحمراه في الزيت زي الحواوشي. والله يا جماعه طعمه بسم الله ما شاء الله رهيب. حطيت الدهن اللي انا بشرته حطيتهم على البطاطس
على الأكلة دي. كل مدية طعم رهيب وريحة حواوشي أو برجر بالظبط. خلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللايك بقى يا حبايبي، مع السلامة. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك.